وانا ماشي كده في الشارع يوم 27/7/2025 اتحركنا من الفندق إلى المسرح الشمالي بمدينة جرش التاريخية. ما فوتناش ولا ثانية في الطريق عشان كنا مستمتعين بالمناظر الجميلة اللي بتقابلنا. الله بدنا هنا والنبي. احنا بوستر بحفلتنا كانت مغرقة الطريق حرفيا. وصلنا والصحافة والإعلام كانت بانتظارنا، صورنا معاهم وعملنا مجموعة لقاءات وطلعنا ببث مباشر مع التلفزيون الأردني قبل الحفل بدقايق. تحدث عن فرقة هارموني عربي مع ضيوفنا الأكارم الأستاذ محمود عوض وهو مدير الكورال. أهلا وسهلا فيك. اهلا بحضرتك. الحمد لله. وأيضا منا نصرت وهي مديرة العلاقات العامة للكورال. أهلا وسهلا فيك. ما شاء الله معروف ان هو يعني الكرم والضيافه والترحيب. النهارده ان شاء الله هنقدم فولكلور مصري، فولكلور اردني، طبعا هنقدم فولكلور عربي، فولكلور عالمي من كل الثقافات ومن كل اللهجات اللي ممكن تتخيلوا. عملنا بروجرام مخصوص للمهرجان كبير ودسم جدا لحد ما وصلنا للحظة اللي حضرنا لها كتير قوي وشفنا جمهورنا في جرش. طبعا الحفلة كانت بحضور معالي وزير الثقافة الأردني الوزير مصطفى الرواشدة ومعالي السفير محمد سمير سفير جمهورية مصر العربية في الأردن. وتستحقون التكريم. حقيقي الجمهور كان متفاعل معانا جدا واحنا كنا طايرين من الحماس. وبعد اول ساعة من الحفلة اخدنا بريك 10 دقايق ونزلنا، وبعدها طلعنا بأور سكند اوتفيت باي هيم اند هير، وده لوكال براند اردني متخصص في الملابس الوطنية. وطبعا هنبدأ الجزء الثاني من الحفلة بميدلي من الاغاني الوطنية الاردنية. حقيقي اتبسطنا مع جمهورنا واللي من الواضح كمان ان هم كانوا مبسوطين. بما اننا في جرش مستحيل نفوت فرصة اننا نعمل جولة في شوارع المدينة التاريخية، وزي ما انتوا عارفين مستحيل نروح مكان من غير ما نقعد نألف اغاني ونغني. أردن بلدنا بلد سواح فيها الأجانب تتفسح، وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح. وبس كده، ده كان ملخص زيارتنا للأردن. كانت زيارة قصيرة ولكن مليانة بالتفاصيل والأحداث. استمتعنا وبنتمنى نكررها قريب. احنا دلوقتي بنحضر لحاجة تانية، تفتكروا هي ايه؟ اكتبوا لنا في الكومنتس.